قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو نأخذكم إلى قلب أحد أبرز المشاريع الرياضية في المغرب، ملعب طنجة الكبير، الذي يشهد اليوم مرحلة حاسمة من مشروع تحديثه الشامل. تم الإعلان رسمياً عن انتهاء تركيب جميع المقاعد الجديدة التي جاءت بتصميم عصري وألوان تعكس الهوية المغربية، مع مراعاة الراحة والسلامة استعداداً لاحتضان كبرى التظاهرات القارية والدولية. وبعد المقاعد انطلقت عملية رفع أعمدة السقف العملاقة، وهي من أدق وأعقد مراحل المشروع. يبلغ ارتفاع بعض هذه الأعمدة أكثر من 60 متراً، وستشكل الهيكل الأساسي لتغطية المدرجات بالكامل، مما يحول الملعب إلى تحفة معمارية تحمي الجماهير من تقلبات الطقس وتوفر تجربة مشاهدة مثالية. هذه المرحلة تتطلب تجهيزات دقيقة ومعدات ضخمة وفرق عمل متخصصة تشتغل باستمرار وبأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان صلابة الهيكل لسنوات قادمة. مشروع تطويل ملعب طنجة لا يقتصر على المقاعد والسقف فقط، بل يشمل إزالة مدمار ألعاب القوى وتوسعة الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية التقنية ليكون ملعبا من الجيل الجديد مطابقا لمعايير الفيفا والاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا التطوير في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. ومع اقتراب نهاية الأشغال تستعد طنجة لتكون مركزا للأحداث الرياضية الكبرى في إفريقيا والعالم. شاركونا آراءكم حول هذه التحولات، وهل أنتم متحمسون لحضور مباريات في ملعب طنجة الكبير؟ لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد حول تطورات الملاعب المغربية.